يعطيكم العافية حبايبنا الغاليين، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم الفيديو خاص في موسم الدوالي أو ورق العنب. كيف بدنا نفرز ورق العنب؟ رح أعطيكم طريقة إن شاء الله رح تعجبكم ورح تعتمدوها، لأني أنا شخصيا إلي هاي الطريقة معتمديتها أكثر من 10 سنين بفرز الدوالي فيها. بجيب رول النايلون الغذائي، النايلون اللي بنغلف فيه الأطعمة، بفرده على شكل زائد، بفرد قطعة بالطول وبفرد فوقيها قطعة بالعرض، وببدأ أصفت ورق الدوالي على النايلون الغذائي. طبعا بصفت مقدار طبخة، كل وحدة بتعرف يعني قديش بدها ورق عنب لحتى تكفيهم كطبخة. وبجيب القطعة اللي من فوق اللي بالعرض ببدأ أثنيها على بعض، وبعدين ببدأ أرول الدوالي بهذا الشكل، بعملها على شكل رول. وأهم إشي وإنتي بتلفي وبترولي فيها تكوني تشدي عليها لحتى تكون معاكي شادة في أثناء اللف. طبعا أنا هذا الرول بالنسبة إلي هو طبخة، بفك الرول بيعمل لي طنجرة دوالي بكفي أفراد بيتنا. طبعا انتي اعملي الرول على حسب افراد بيتكم، يعني بتحطي ورق عنب داخل الرول اللي يكفيكم كطبخة واحدة. هون هذا الرول انا كنت مصورته في فيديو سابق. طبعا هذا الرول كان فيه يعني كان له سنة كاملة بالفريزر مفرز زي ما انتم ملاحظين. انا مطلعته هون من الفريزر، بتركه لمدة ساعة حتى يذوب عنه الثلج تماما قبل ما اني ابدأ افك فيه من النايلون. او ممكن تحطوه في طنجرة وتديروا عليه مي بفك اسرع، يعني خلال ربع ساعة بيكون ذايب عندكم اذا حطيتوه جوا مي. بعد ما يذوب عندي الدوالي ببدأ افك النايلون عنه بهاي الطريقة. الحلو بهالطريقة بتضل محافظة على لون ورق العنب ما يتغير، بتحافظ على نكهته ما تتغير، ما بتخلي ورق العنب يتكسر معكم، تعطيكم الشكل ورقة العنب زي ما حطيتوها ترجعوا تاخذوا شكلها لو بعد سنة، والطعم ولا في أطيب من هيك كمان. طبعا لما بدنا نبدأ نطبخ فيه بحطه في طنجرة، بدير عليه مي مغلية، ما في داعي أحطه على الغاز وأسلقه، لا بس بدير عليه مي مغلية وببدأ أشتغل على طول وأبدأ ألف في ورق العنب. تاخذوا إن شاء الله أطيب ورق عنب وأفضل طريقة لتفريز ورق العنب. ويعطيكم ألف عافية، وإذا عجبكم هالفيديو لا تنسونا بلايك حلو مثلكم، وإن شاء الله انتظروا منا فيديوهات قادمة أفضل بإذن الله. إلى اللقاء.